كل يوم، حرفيا كل يوم بنفتح مكالمات فيديو، بنلعب اونلاين. بس هل حد فينا وقف وسأل نفسه ايه السحر اللي بيحصل في الخلفية ده؟ ايه التكنولوجيا اللي بتخلي كل ده ممكن؟ النهارده هنكشف الستار عن المحرك الخفي ده، وهو الويب ار تي سي. تكنولوجيا بنستخدمها كلنا، بس يمكن مش كلنا فاهمين هي ايه بالظبط وايه قوتها الحقيقية. فعلا. ازاي كل ده بيحصل جوه المتصفح على طول من غير ما ننزل اي برامج او اضافات معقده زي زمان؟ السؤال ده هو اللي بيفتح الباب كله، والاجابه بشكل مبهر بسيطه جدا وموجوده جوه كل متصفح بنستخدمه دلوقتي، وهي تكنولوجيا قويه ومفتوحه المصدر اسمها ويب ار تي سي. يعني ببساطة شديدة الويب ار تي سي ده هو اللي حررنا من قيود زمان. فاكرين لما كنا لازم ننزل برامج وإضافات لكل حاجة؟ خلاص، الويب ار تي سي هو الحل اللي جه مدمج جوه المتصفح نفسه وخلى الاتصال المباشر ده حاجة أساسية وسهلة. طب خلونا نتعمق أكتر ونفهم القصة من أولها. عشان نعرف قيمة الويب ار تي سي لازم نفتكر الوضع كان عامل إزاي قبله. قبل ما التكنولوجيا دي تظهر، أي مكالمة فيديو على الإنترنت كانت فيلم تاني خالص. لازم تنزل برنامج مخصوص أو تثبت إضافة على المتصفح. الموضوع كان صداع ومعقد ومش عملي خالص. وهنا بقى بنبتدي ندخل في الجد. أول خطوة لأي مطور قرر يستخدم ويب ار تي سي هي قرار صعب جدا ومصيري. لازم يختار البنية أو الاركيتكتشر الصح، وده مش مجرد اختيار تقني وخلاص، لا، ده قرار بيحدد كل حاجة بعد كده: التكلفة، السرعة، وهل التطبيق ده هيقدر يكبر ويستحمل آلاف المستخدمين ولا هيقع من أول ضغط. الاختيارات المتاحة قدام المطور هم 3 أساسيين. عندنا البير تو بير أو الند لند، وعندنا الاس اف يو، وأخيراً الام سي يو. كل واحد من دول ليه طريقة شغل مختلفة تماماً، وليه مميزاته وعيوبه، والاختيار بينهم بيعتمد على حاجة واحدة بس: التطبيق ده معمول عشان يعمل إيه بالظبط. الجدول ده بيلخص لنا القصة كلها في كام نقطة. بصوا كده، ال P2P أبسط حاجة وأقل تكلفة، بس آخره مكالمة بين 2-3 بالكتير. الناحية التانية خالص عندنا ال SFU، وده بقى بطل المكالمات الجماعية الضخمة زي اللي بنشوفها في تطبيقات المؤتمرات الكبيرة. وفي النص بيجي ال MCU اللي بيحاول يدينا حل وسط، لكن على حساب ضغط كبير جدا على السيرفر. خلونا نمسكهم واحدة واحدة. البي تو بي أو الند للند ده بالظبط زي ما يكون خط تليفون مباشر بين شخصين. المكالمة بتطلع من جهاز تروح للجهاز التاني على طول من غير أي وسيط في النص. الميزة سرعة خرافية ومفيش أي حمل تقريبا على السيرفر. العيب الموضوع ده مش عملي خالص لو العدد زاد عن 2 أو يمكن 3 بكتير قوي. نيجي بقى للاس اف يو. تخيلوا معايا انه عامل سنترال ذكي جدا. كل واحد في المكالمة بيبعت الفيديو بتاعه للسيرفر مرة واحدة بس. السيرفر ده بقى وظيفته انه ياخد الفيديو ده ويبعت نسخة منه لكل واحد من المشاركين التانيين. مهم قوي نعرف انه مش بيعمل اي معالجة او دمج للفيديوهات، هو مجرد موصلاتي شاطر. وبسبب كده هو الحل المثالي للمؤتمرات والندوات اللي بتضم عدد كبير جدا من الناس. واخر واحد معانا هو الام سي يو. ده بقى نقدر نقول عليه مخرج استوديو تلفزيون كامل. بيعمل ايه؟ بيستلم الفيديو من كل المشاركين. مش بس كده، ده بيدمجهم كلهم في فيديو واحد جديد، شاشة متقسمة كده، وبعدين يبعت الفيديو المدموج ده لكل واحد في المكالمة. الميزة الكبيرة هنا انه بيريح اجهزة المشاركين جدا، مش محتاجين يعالجوا فيديوهات كتير. بس طبعا ده بيجيب تمن غالي، حمل ضخم جدا على السيرفر اللي لازم يكون وحش عشان يقدر يقوم بالمهمة دي. تمام، كده فهمنا أنواع البنيات المختلفة. بس في سؤال أهم لسه ما جاوبناش عليه. في بحر الإنترنت الواسع ده، إزاي أصلا متصفحين بيقدروا يلاقوا بعض عشان يتكلموا؟ يعني إزاي السحر ده بيحصل من الأساس؟ العملية دي بنسميها المصافحة الرقمية، وهي أبسط مما نتخيل. القصة بتبدأ بآليس عايزة تكلم بوب، بتروح تبعت طلب لسيرفر وسيط بنسميه خادم الإشارة أو السيجنالينج سيرفر. السيرفر ده بيعمل حاجة واحدة: بياخد الطلب ويوصله لبوب. بوب إنه يشوف الطلب، ولو وافق بيبعت بيانات الاتصال بتاعته للسيرفر. السيرفر يروح يدي البيانات دي لآليس، وبس كده خلاص. الاتنين دلوقتي معاهم عناوين بعض ويقدروا يفتحوا خط مباشر ما بينهم، والسيرفر الوسيط ده مهمته انتهت. الصورة دي بتلخص القصة كلها. خادم الإشارة دوره زي الخطبة بالظبط، هو اللي بيعرف الطرفين على بعض ويديهم أرقام بعض. أول ما التعارف بيحصل بيخرج هو من الصورة خالص، والمحادثة بتكمل بينهم مباشرة. وهنا في نقطة ذكية جدا في تصميم الويب ار تي سي. التكنولوجيا نفسها مش بتفرض بروتوكول معين لعملية الإشارة دي، هي بتسيب الموضوع ده مفتوح للمطورين. يعني المطور يقدر يستخدم أي تكنولوجيا هو عايزها، زي ويب سوكيتس مثلا عشان يعمل دور الخاطبة ده. المرونة دي هي اللي خلت ويب ار تي سي تكنولوجيا قوية وقادرة تتكيف مع أي تطبيق تقريبا. طيب حلو قوي، بس في عقبة صغيرة. معظمنا أجهزتنا متوصلة بالنت عن طريق راوتر في البيت أو الشغل،
الراوتر ده بيعمل حاجة اسمها نات، اللي هي ببساطة بتخبي عنوان الاي بي الداخلي بتاع الجهاز. طيب الجهاز هيعرف عنوانه العام ازاي عشان يديه للطرف التاني؟ هنا بيجي دور خادم تاني اسمه ستان. الجهاز بيكلم سيرفر الستان ده ويسأله: يا عم هو أنا عنواني إيه بره؟ السيرفر يرد عليه ويقول له العنوان العام بتاعه اللي الإنترنت كله شايفه بيه. بس ساعات الدنيا بتتعقد أكتر، ممكن بسبب جدران الحماية أو شبكات معقدة في الشركات الاتصال المباشر بين الجهازين يفشل حتى بعد ما عرفوا عناوين بعض. هنا بقى بنلجأ للخطة ب أو الحل الأخير، وهو خادم التيرن. السيرفر ده دوره مختلف، هو بيشتغل كمحطة ترحيل أو ريلي. كل البيانات بتروح من أليس لي وهو يوصلها لبوب والعكس. طبعا ده بيبطئ الاتصال شوية وبيكلف أكتر، لكنه بيضمن إن المكالمة تتم. وأهم نقطة إن حتى والبيانات بتعدي من خلاله بتفضل متشفرة من الطرف للطرف، يعني سيرفر التيرن نفسه أعمى، مش شايف أي حاجة من اللي بتتقال. الكلام عن التشفير ده بيودينا لواحدة من أهم النقط، الأمان. يا ترى التكنولوجيا دي آمنة؟ هل مكالماتنا في أمان؟ الإجابة المختصرة هي لكن زي أي حاجة في التكنولوجيا، الشيطان يكمن في التفاصيل. هنا بقى لازم نقف عند نقطة قوة أساسية في الويب RTC. التشفير هنا مش اختيار أو ميزة إضافية، التشفير إجباري. يعني مفيش حاجة اسمها مكالمة ويب RTC من غير تشفير، ده مستحيل يحصل. كل البيانات، صوت وصورة وداتا، كل حاجة بتتنقل بتكون متغلفة بطبقات تشفير قوية جدا زي DTLS SRTP. دي قاعدة أساسية في البروتوكول نفسه. وفوق التشفير ده، المتصفحات نفسها بتلعب دور حارس الأمن. مستحيل أي موقع يقدر يوصل للكاميرا أو الميكروفون من غير ما ياخد إذن صريح وواضح من المستخدم الأول. كلنا شفنا الرسالة دي اللي بتطلع تسأل عن السماح، وكمان طول ما الكاميرا أو المايك شغالين بتلاقي علامة حمراء أو إشارة واضحة في المتصفح بتنبئ إن في حاجة بتستخدمهم حاليا. طيب لو البروتوكول نفسه بيفرض التشفير والمتصفحات بتعمل حماية، يبقى فين الخطر؟ السؤال ده منطقي جدا، والحقيقة إن نقاط الضعف غالباً مش بتكون في قلب تكنولوجيا ويب RTC، لكن في البيت اللي هي ساكنة فيه، يعني التطبيق نفسه اللي بيستخدمها. الجدول ده بيدينا أمثلة على المخاطر دي. تخيلوا مثلا إن الشات اللي جنب الفيديو في التطبيق مش متأمن كويس، ممكن حد يبعت كود خبيث في رسالة نصية عادية، أو إن موقع مشبوه يستغل الويب RTC عشان يكشف عنوان الاي بي الداخلي بتاع الجهاز، ودي معلومات حساسة. أو الخطر الأكبر، بما إن مشاركة الملفات بتكون مباشرة من جهاز لجهاز، فلو حد بعت ملف فيه فيروس، الملف ده مش هيعدي على أي فحص على السيرفر المركزي وهيوصل لجهاز الضحية مباشرة. هنا الأمان بيبقى مسؤولية التطبيق نفسه. لغاية دلوقتي احنا بنتكلم عن المكالمات والصوت والفيديو، لكن في قوة خفية في الويب RTC ممكن تكون أهم من كل ده، جانب كتير من الناس ما يعرفوش عنه حاجة. القوة دي اسمها قنوات البيانات أو الداتا تشانلز. دي ببساطة بتفتح خط مباشر بين متصفحين لنقل أي نوع من البيانات، مش بس صوت وصورة. تخيلوا الإمكانيات: ألعاب أونلاين بلحظية، استجابة سريعة جدا، مشاركة ملفات آمنة من غير ما نرفعها على سيرفر، أدوات عمل جماعي زي الوايت بورد اللي كذا حد بيكتب عليها في نفس الوقت، تطبيقات بتعرض بيانات حية زي البورصة، حتى أجهزة إنترنت الأشياء تقدر تكلم بعضها مباشرة. ده عالم تاني خالص من التطبيقات. في الآخر الويب RTC فعلا غيرت شكل الإنترنت زي ما نعرفه، خلت الاتصال الفوري المباشر مش رفاهية، لا ده بقى جزء أساسي من أي متصفح. لكن الأكيد إن القصة لسه في أولها. مع وجود الأساس القوي ده، الاتصال المباشر بين أي متصفحين في العالم بقى ممكن. السؤال اللي بيفضل يطرح نفسه: إيه اللي هيتبني بعد كده؟ إيه الأفكار المجنونة اللي هتطلع وتستغل القوة دي؟ المستقبل مفتوح على مصراعي للإبداع.